ولهذا الناس كتدخل كتحب راسها المغرب ضيعه، خليها لها باها باغيه تحفظها، عوض ان يخدموا مصالح الناس كيبداو يخدموا المصالح ديالهم الذاتيه. شحال واحد دخل جابوا خوين خرج بالفيرمات وهادشي كله، يعني هادشي راه ماشي معقول. حنا كنلقاو ناس اللي هما يعني في مناصب ديال القرار واللي هما فاسدين. ما نبقاوش حنا تابعين خاضعين خانعين، نبيعوا الارض نبيعوا الماء نبيعوا كل شيء، نبيعوا الصحه نبيعوا التعليم نبيعوا الماء نبيعوا الكهرباء، وقلنا راه طبعنا وهذوك اللي مطبعين يدخلوا هنا بيصباطيكم وحنا ساقلين وخايفين عندكم تقربوا لهم. لا سيدي، تنظن بانه عاوتاني هذيك المحاكمه السياسيه ديال معطي منجب مستمره اليوم مغلفه عبر الكتاب ديال الاستاذ الحمودي. ما نكبروش هذا الشيء ديال هذا التبرهيش ديال هذه الكبرانات وديال هذا. هما باغيين الحرب باش يدافعوا على مواقعهم. الناس راه سرق الفلوس ديال الدول ديالها وحطها في الجنان الضريبيه على برا. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه. نبيلة منيب الاميره العامه للحزب الاشتراكي الموحد في ضيافه موقع بديل. مع منيب نناقش عدد من القضايا الساخنه داخليا وخارجيا. اذا باسمكم نرحب لاله نبيلة، مرحبا بك. شكرا للاخ النداوي وشكرا للقناه ديالك بديل على هذه الاستضافه المتجدده، وتنحاولوا ان شاء الله باش ننوروا الراي العام ونتكلموا بصراحه. غبتي وخطرت بغيو كتعيطوا لينا كنجيب. شكرا مرحبا بك لاله منيب. نبداو بهذا الموقف المغربي. المغرب كيحتج وبشده على المفوضيه الاوروبيه. النائب ديال الرئيس ديال المفوضيه الاوروبيه قال بان سبته ومليليا اراضي اسبانيا، والمغرب رد بمذكره احتجاج. شو رايكم او ما موقفكم بهذه المذكره هذه المغربيه؟ اولا في الحقيقه بالفعل القضيه ديال سبته ومليليا اللي هما محتلتين، اللي كنشوفوا الموقع الجغرافي ديالو كيشوفوا العالم. ما يمكنش واحد الدوله هي في شمال افريقيا وغادي تحيد منها يعني اطراف. حنا كنعرفوا بانه كاين هناك محاوله يعني السيطره على الطرق البحريه والبريه والبحر الابيض المتوسط، ويعني سبته ومليليا موقعين اساسيين تما. احنا عارفين بان بلادنا يعني منين خدينا الاستقلال ديالنا خدينا استقلال بابتور، حيدوا لنا الصحراء، رسموا الحدود بيننا وبين الجزائر باش يبقى دائما مشكل، وبقات اسبانيا محتله يعني داك الساعه افني وطرفايه وسيدي افني وطرفايه، بالاضافه الى سبته ومليليا ما كيهضروش عليها. انا اليوم يعني سعيده ملي كنسمع الدوله المغربيه انها تواجه هاد يعني هاد التصريح اللي عدواني بالنسبه لنا على سبته ومليليا من قبل يعني نائب الرئيس ديال المفوضيه الاوروبيه. ومزيان اننا نحتج، ولكن انا كنظن بان المساله ما خصهاش تبقى في المستوى ديال الاحتجاج. ملي كيكون مشكل ديال الاحتلال خاص الدوله المغربيه كدوله مغربيه تفتح نقاش جد مع الدوله الاسبانيه ونشوفوا كيفاش غادي نديروا في اطار هذا العالم اللي كيعرف تغيرات، في اطار هذه التجاذبات، في اطار عالم لا يتكلم الا لغه المصالح. وحنا عارفين اسبانيا عندها مصلحتها في المغرب، حنا خصنا نهضروا معها باش يمكن لنا. معلوم عندنا ورقه. شنو الورقه الضغط ديال المغرب؟ الورقه ديال الضغط اولا كتعرفوا بان اسبانيا هي الشريك الاقتصادي الاول بالنسبه للمغرب، وكتعرفوا بانه اليوم عدد من الدول باغيه تجي للمغرب وجات للمغرب، باغيه يعني تستثمر في البلاد، باغيه تستغل خيرات كاينه في البلاد، باغيه حتى تستعمل المغرب كمطيه ربما او نقطه انطلاق لافريقيا. علاش؟ لان المغرب داخل اكثر من 23 دوله في افريقيا وعنده مواقع مهمه. اذا بغات هذه الدول حنا نتسخروا لها في افريقيا بعد ما كنا حنا فاتحين تقريبا لبعض الدول جايين. ولهذا اسبانيا عارفه راسها انها من مصلحتها انها تبقى متواجده في المغرب، ولكن باش يبقى عندها ذاك الموقع خاصها هي التعاون مع المغرب. ومن ضمن التعاون مع المغرب نشوفوا لقاو حل سلمي لهذا يعني المدينتين السليبتين سبته ومليليا. وانا كنستحضر غير المغاربه العالم اللي كيكونوا داخلين وكيبقاو واقفين بالايام والليالي مع الدراري الصغار محبوسين. يعني هادشي راه خصو يكون تبعات ديال كاين هذه النقطه ديال المغرب بوابه والمصالح. كاين الهجره. المغرب راه بحال دراكي في المنطقه هنا يعني كيسد على افريقيا وكيهنيها وكيساهم في الاستقرار. هذه كلها اوراق مغربيه باقتضاب. كاين البعض اللي كيقول بان المغرب يعني مكره اخاك لا بطل. تيقول ودي عنده مشكل ديال الصحراء في الجنوب، هذا الشيء ديال الجزائر ما بصالحوش يفتح ولا يصعد على الاقل الان مع سبته ومليليا، وان المغرب ماشي متخلي على سبته ومليليا. والدليل هو دار مذكره احتجاج وطنيه واثلجت صدور المغاربه. حتى الا كان المغرب ساكت ولا كيدير السياسه مع اسبانيا ففقط لانه عنده مشكل ما باغيش يفتح عليه جوج جبهات في الجنوب والشمال. واش نتوما مع هذه الفكره ديال ان المغرب ياجل الصراع مع سبته
دابا على الاقل حتى يحسم مشكل مع الجزائر؟ اولا اليوم انا تنظن المغاربه راهم تما تيتبعوا ما يقع في العالم. اليوم كاين صراع عالمي بان، ربما نحن مقبلون على واحد القطبيه جديده، لان الصين كقوه يعني اقتصاديه هي غادي تكون هي اول قوه اقتصاديه، ومن بعد منها غادي تكون الهند هي ثاني قوه اقتصاديه، ثم ان الصين ايضا قوه عسكريه. الصين اليوم كتدخل في صراعات وكتقرب، احنا شفنا التقارب الايراني السعودي، شفنا الصين كتحل واحد العدد المشاكل، واليوم الصين يمكن كيعتبروها بعض المحللين انها هي صندوق النقد الدولي الثاني. يعني الدول اللي عندها مشكل في الاداء ديال الخدمه ديال الضريبه تدخل الصين. اذا الصين عندها موقع، واليوم كاين هذا الشيء. كاين اش كيجعل هذا الشيء؟ اش تيعطينا؟ من ضمن ما تيعطينا ان اوروبا اليوم كتلقى راسها بين المطرقه والسندان ديال الصين والحلفاء ديالها البريكس من جهه، وامريكا اللي باغيه تحافظ على الموقع ديالها السيادي في العالم من جهه اخرى. اوروبا في واحد الوضع اللي هو ضعيف بزاف. واحد العدد ديال الدول الافريقيه لقات السند. الدول في الشرق الاوسط فرحانين باش تحيد عليهم الهيمنه المطلقه ديال امريكا اللي 30 عام هذه وهي تدقدق في العراق وفي افغانستان وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل شيء. هادشي كل شيء فرحان يكون واحد التوازن جديد في العالم اللي غادي يحمي السياده ديال الاوطان والخيرات ديالها وما نبقاوش تحت الغطرسه هادشي. اذا حنا بالنسبه لينا اليوم ما كاينش تاجيل. اليوم المغرب عنده طريق وحده خصو يسلكها الا ما بغاش يمشي في الرجلين ديال هذا العالم اللي كيتحول، انه خصو يبني الديمقراطيه. راه كنقولوا الجبهه الخارجيه ما تكون قويه الا بالجبهه الداخليه. حنا ما خصناش غير كل مره تجرى لنا شي حاجه نبدا نغوتوا ولا نقولوا ما نغوتوش بزاف ولا عندك بلا كنفتحوا جبهات. لا، حنا خصها تكون عندنا سياسه منسجمه على المستوى الخارجي باش نبينوا باننا دوله بغينا نحافظوا على وحدتنا الترابيه ونسترجعوا اراضي ديالنا اللي هي مسلوبه، وبغينا ايضا اننا نتقدموا. هادشي راه ما كاينش، ما يمكنش ديروا الا لا بنيتي الديمقراطيه. هادشي راه باش تكون قوي، والا غادي يبقاو يجروا فيك هما كيف بغاو. واضحه نبيله. البعض ربط سجل ان اسبانيا يعني كان واحد النوع من التصعيد تجاه سبته ومليليا المحتلتين مؤخرا، والبعض ربط هذا التصعيد بالعمليه ديال ديك باش دوك المغاربه الشباب ودوك القصير ما هم في البحر او لا ديك. كاين البعض اللي كيقول هذاك كان خطا، يعني غير محسوب العواقب. اوروبا جاوبت عليه بهذه المنطقه هذا ديال سبتهم. واش ممكن يكون هذا التحليل هذا صحيح؟ يعني ديك كانت خطوه غير محسوبه ديك العام، والسي رميد قال لك المغرب يطلق رجلو. واش هذيك خطوه لا كانت محسوبه؟ شوف، كدوله اللي خصها تكون محترمه ما يمكنش دير خطوات بحال هذه. نطلقوا الحدود، نخرجوا الدراري من المدرسه نقول لهم يلاه قطعوا باش نقلقوا اسبانيا. ماشي بهذه الطريقه. انا قلت لك اليوم الصراعات كتحل بالتفاوض والجلوس، وكنجيب بعض الامور باش نعطي وناخذ باش يمكن لي نقدم الملف ديالي. اليوم راكم كتعرفوا حنا اطلقنا الحدود، ولكن هاد الدول الاوروبيه اليوم راه يعني كتشتغل معنا بواحد الغطرسه غير مسبوقه. راه ملي كيقبطوا داك الباتيرات في البحر كيعاودوا يديو حتى لوسط البحر ويخليهم تما يموتوا ولا يجلسوا. يعني اليوم راه حنا عارفين بان كانت الصعود ديال الكزينوفوبيا وديال العنصريه وهذا، لان اوروبا كتظن واهمه بان المشاكل ديالها يمكن لها تحل الا سدات الباب على الهجره، وباغيه المغرب يلعب لها الدور ديال الدركي ديال الهجره مقابل واحد يعني تمويل اللي هو هزيل جدا. ولكن ماشي هكا. اوروبا الا بغات تنقد راسها خصها تعاون هاد الدول اللي كتسمى دول ناميه باش هي تنمو وانها تتطور. انا ذاك ولاد معلوم في مصلحتها باش ولادها يبقاو. ثم اوروبا خصها تنتبه واحد المساله. شحال هذه كانوا كيمشيو العمال ديالنا كيمشيو الخارج، اليوم هي جابت لنا المعامل ديالها هنا. كتقول لك اليد العامله تبقى هنا، ما بقيت حتى واحد يجي يطلع لي الله يرحم الوالدين، ولكن باغيه الادمغه ديالنا كتجرهم وكديهم. ما كلفوها حتى حاجه. الاطباء ديالنا والمهندسين حنا كلفونا ملايين الدراهم باش كوناهم هي كتاخذهم، ولكن راه الفلطه ماشي غير ديالها. الفوز ديال الحزب اليميني، نعم. الحزب ديال اليمين في اسبانيا، بالنسبه لكم كيفاش قريتوا في الانتخابات المحليه الاسبانيه وانعكاس هذا الشيء على المصالح المغربيه؟ اولا اسبانيا دوله ذات سياده، دوله عريقه، يعني كدير انتخابات حره ونزيهه ومنظمه امورها وعارفه بان كاين هناك اليوم مشكل كبير على مستوى الاتحاد الاوروبي. واش اليمين الا وصل احنا دائما رئيس الحكومه الاشتراكيه دعا الى انتخابات مبكره، الى عاد اليمين بعد شهرين الى الحكومه في العلاقه بالموقف اللي داير شانسي في الصحراء. واش مصالحنا غتقاس؟ واش نتوما في صالحكم ان اليمين يرجع ولا يبقى الاشتراكيين؟ اولا بالنسبه لي يمين او اشتراكي في اسبانيا هادو احزاب اللي هي كتحترم الديمقراطيه وملي كيطلعوا كيدافعوا اولا واخيرا على مصلحه اسبانيا كلهم.
يمين او يسار كيدافعوا على الدوله ديالهم، كيدافعوا مازالين حتى على الاتحاد الاوروبي اللي كينتميوا ليه. ولهذا داخلين في السياسات الاوروبيه ديال منع الهجره، وداخلين في السياسات ديال النهب، وداخلين واحد العدد ديال الامور. ولهذا حنا ما نبقاوش نحلموا، ليس في القنافذ املس. معلوم حنا كنبقاو كمتفرجين. حنا خصنا نقولوا المغرب اش خصنا نديروا باش يطلع اليمين ولا اليسار الاسباني، ونكونوا في موقع قوه للدفاع عن مصالحنا. الديمقراطيه الداخليه حنا ما عندناش. تركيا أردوغان يعود الى رئاسه تركيا مرة أخرى، رأيكم؟ نعم. أولا حنا خصنا نفهموا التاريخ، راه اللي ما قاريش التاريخ ما يفهم والو. كيفاش تم يعني الإنهاء مع الإمبراطورية العثمانية، وكيفاش طلعت الأمور، وكيفاش التدخلات، وكيفاش هاد تركيا راها فيها واحد الدولة اللي هي قوية، دولة اللي قدرت تبني اقتصادها، دولة اللي كتصنع الطائرات ديالها، دولة اللي كتصنع كل حاجة كتحتاجها. معلوم واحد الوقت تركيا بغات تدخل الاتحاد الأوروبي ما قبلوهاش، ولكن اليوم أنا كنظن بأنه تركيا دولة ذات سيادة خصنا نحترموها، وخصنا حنا كمغرب أننا التعامل ديالنا الدولي يكون حتى هو في إطار الدفاع عن مصالحنا كمغاربة، ماشي غير نفتحوا الباب وهما متطورين اكثر منا غادي يستغلوا الظرف، ولكن خصنا حنايا نتعاملوا مع هاد الناس. ولهذا انا بالنسبه لي حتى دابا من يطلع الرئيس اردوغان اللي تشنات عليه، تكون متفق معاه ولا ما متفقش، حمله عالميه ما مزيانش، وانتم مسقدين اللي هلكتوا العراق، راه خصكم انتم تقدموا كمجرمين امام المحكمه الدوليه اللي هدمتوا العراق واليمن والبحرين والغرب. معلوم الامبرياليه والصهيونيه مسؤوله على جرائم ضد الانسانيه، هي الاقوى يعني الابشع في هذا الوقت هذا. ولهذا اردوغان كيحاول يسلك حتى هو البلاد ديالو، لانه موجود في هذاك الحدود ما بين اوروبا اللي هي تابعه لانها تحتمي تحت الدرع النووي ديال امريكا منذ الحرب العالميه الثانيه، ومن جهه اخرى روسيا والصين اللي طالعين كدول ديال البريكس قويين عسكريا وعندهم التكنولوجيا وعندهم الاقتصاد كيتملكوه هذا. اذا تركيا اليوم اختارت الرئيس اللي بغات هي، ما عندها حتى شي دوله باش تدخلها فيه. وحنا كمغرب خصنا نصيفطوا الناس المحترمين باش يتكلموا، ماشي الناس اللي صدقوا وتكلموا على تركيا ما مزيانش ودابا نمشيو نحتفلوا بالرئيس هذا. راه كتعرفوهم هادو ديالنا، وكان واش نهضر على بنادم، راه كلشي المغاربه كيتبعوا الفيديوهات وكلشي عنده الذاكره ديالو. انا بالنسبه لي تركيا كدوله قادره اليوم توقف في وجه الامبرياليه نحترمها بعدا على هذه القضيه هذه. معلوم يمكن ناخذها على بزاف د الحوايج، ولكن اليوم انا بغيت تركيا نتعاون معها كمغرب باش يمكن ليا نهض ونتقوى. هذا الشيء ما درناش وما غاديش فيه، لاننا باقيين. الا سمحتي لي في السؤال، انت انا كنظن كتقصدي السيد رئيس مجلس النواب. انا بغيت نسولك سؤال، حضور المغرب كيصيفط رئيس مجلس النواب السي طالبي العالمي، يعني شخص يقال فيه الكثير، وارتبط اسمه بواحد الشكل دون رصيد، ارتبط الاسم ديالو بديك ما اداش 1,200,000,000. ودابا قلت شي واحد الفكره اعتقد كاينه في اليوتيوب انه سبق له هو هاجم اردوغان، كاينه فيديو ديالو هاجم فيه اردوغان. وكان الافتخار بشي نموذج في الشمال في تركيا. كنشوفوا النتيجه كيفاش في 2002 المدخل الزعيم والليره كانت فيها الانفلاسيون طايحه، ودابا النتيجه ديال الليره كيفاش حالتها، وسد على راسو العالم. هذا النموذج اللي كيفتخروا به. شنو الدلاله واش زعما شنو الدلاله ديال هذا السيد زعما باش يحضر في التنصيب ديال الرئيس؟ واش تركيا زعما عاديه ولا كاين شي حوايج في الدوله حنا ما فاهمينهاش؟ عاوتاني ربما تكون شي حوايج كاينه بزاف د الحوايج حنا في الدوله ما فاهمينهاش، لانه في اللغه ديال الدبلوماسيه الدوليه كل حاجه كتقرا القراءه ديالها المناسبه. يعني انك ملي كتكون متفق مع واحد الدوله ولا فرحان بها كتصيفط لها ناس اللي هما محترمين جدا جدا، ويعني الترتيب ديالهم على مستوى الدوله كيكون مهم. حنايا دابا كنقلوا شي حوايج من الغرب كنقولوا رقم واحد الملك في البلاد وموراه رئيس البرلمان. هذا الحاله هذه رئيس الحكومه بعد رئيس البرلمان الرجل الثاني. هذا الكلام ديال الرجل الثاني والثالث حنا باقيين في الابجديات ديال البناء الديمقراطي، ما كيمكنناش نتكلموا على الرجل الثاني ولا الثالث ولا حتى حاجه. حنا خاصنا اليوم المغرب خصو ما يديرش اخطاء دبلوماسيه، هذه خطا دبلوماسي. خصنا نصيفطوا ناس اللي هما محترمين على الاقل، كيف كنقولوا حنا الذمه ديالهم صافيه ومثقفين، وشي رزانه وشي ثبات، شي مواقف، شي رجال او نساء دوله في المستوى يحضروا يحترموا الناس. واش انت غادي تصيفط واحد السيد باش تحتقر تركيا اللي هي انتخبت ديمقراطيا اش بغات؟ يعني هذا الشيء ما مقبوش. ولهذا معك انا كنتسائل كنقول واش هاد الدوله ديالنا المغربيه شكون كيسير هذا الشيء؟ من يتحكم في الدبلوماسيه؟ حنا عارفين بان كاين لغه مصالح عالميه وداك الشيء، ولكن حنا حتى القرار ديالنا ما كيبان ليناش مستقل ولا مبني.
لا واش حنا كنخدموا شي مصلحه ديال شي حد اخر؟ دابا انا في اطار هذا الشيء بغيت نسولك. دابا المغرب علاقته بتركيا مزيانه، ما عقلتش 5 المليار دولار حجم العلاقات التجاريه غير في 2022. اردوغان عطي موقف جوين من الصحراء واشاد بالحكم الذاتي. يعني الا كانت هناك نيه كما صورتوا الاساءه، ما شكون واش الدوله ولا شي يعني ولا شي واحد باغي ولا شي جهه ولا شي يعني اش من له مصلحه يحترك؟ شكون عنده مشكل مع تركيا؟ انا بالينا المغرب ما عندوش مشكل مع تركيا. وانتم تتشوفوا اليوم حنا كنتمناو ان الدوله المغربيه توصل واحد النهار تكون مستقله بقراراتها كامله، بما فيها القرار السياسي والقرار يعني الاقتصادي. حنا دابا اولا منصاعين تحت التوصيه ديال المؤسسات الماليه، صندوق النقد الدولي هو الاول والبنك العالمي كيقول لنا ديروا كنديروا. ثم هذه القوى اللي داخله عندنا اليوم كتقول بانها جات باش تستثمر. لا، كاينه قوى اللي هي كتدخل حتى في السياسات ديال البلاد، كتدخل في السياسات ديال البلاد ديالنا، وهي اصبحت معروفه. وحنا ما بغيناش ان شي واحد، اسمح لي، ما بغيناش شي واحد يجي يصرف عندنا مواقفه انطلاقا من المغرب، ما بغيناش اسرائيل. ولهذا منين الاتحاد الاوروبي قال دخل فينا، واش اسرائيل فرنسا اسبانيا حيت عندنا علاقات بزاف ديال لا العديد من الدول. انتم تعرفوا دابا الخطبوط الصهيوني مدخل في دول العالم كامله، خصوصا الدول اللي كنسميوها حنا دول الغرب. يعني هذه الامبرياليه والصهيونيه يعني خدامين في جميع الدول كيدخلوا فيها، فما بالك بدوله ناميه اللي هي حل الحدود ودايره التطبيع ودايره هادشي راه ما خصناش نكونوا كنحلموا عاوتاني، راه ولا نخافوا نسمي الامور بمسمياتها. حنا بالنسبه لنا ملي كدير واحد الاتفاقيات اللي هي كتوصل لهذا المستوى، دارها المغرب وداروها واحد العدد ديال الدول، يعني مجبر اخوك لا بطال بالسيف عليهم، لانه نظرا للقوه ديال امريكا وديال الكيان الصهيوني، واللي اليوم هما واخا يعني في اوضاع اللي هي صعبه مع الصعود ديال القطبيه الثنائيه اللي جايه، انهم كيزيدوا في الوتيره ديال الضغط ديالهم وكيحاولوا يحافظوا على مواقعهم. ولهذا في البلدان اللي هما كيتواجدوا فيها كيدفعوا فيها بعض المرات تاخذ شي قرارات اللي هي ماشي مصلحه ديك البلاد ولا في الشعوب ديالها. نبيله يبغي يفهم. نعم. مثلا شفنا الموقف ديال الملك محمد السادس في احدى الخطب ديالو، اعتقد 2 المرات، وكثير من الناس فهموا بانه يقصد اسرائيل. عطيونا موقف الحلفاء، يعني كيبان الملك راه ماشي. اذا شنو غيكون وقع هذا الموقف الا كان وفق قراءتكم مثلا؟ واش المغرب السياسه ولا هاد الدبلوماسيه شي طرف اخر كيسيرها؟ واش شنو بغينا نفهموا؟ حيت الموقف ديال الملك من اسرائيل كيبان كينحاد وكاين يعني ما قبلش الموقف، عطيونا موقف من الصحراء المغربيه. اذا شنو غيكون واقع؟ نبغيو نفهموا حنا. مثلا السين مثلا الطالبي العالمي كيفاش ذكرتوه وفق التصاور اللي عنده، هذاك الشيء ديال الشيك بدون رصيد، داك الشيء ديال كذا، واخا غير شبهه وكاين اتهام. ثانيا شفنا موقف المغرب من مزوار ما تدخل في الشأن الجزائري وكلفوا قراره من الباترونه. شفنا الموقف من شباط ما تدخلش في الشؤون ديال موريتانيا. هاد السيد هذا الغريب فايت عنده دخل في الشأن التركي وكيقول لي راه طاحات وكيهاجم طيار بجا وكيمشي. هذا الموقف اللي بغينا شنو هو الاصل؟ واش ندخلوا الشؤون الداخليه الدول ولا ما ندخلوش؟ واش انا في هذا الشيء بغينا شي قراءه؟ لا، حيت حنا دابا عندنا مشكل كبير في البلاد ديالنا، راه مطروح انه كنتكلموا على من يتخذ القرار. شنو هي الجهات اللي كتدخل فينا في قراراتنا سواء الاقتصاديه او في مجالات عده بما فيها المجال الدبلوماسي والمجال السياسي. يعني هاد الناس كيقولوا لنا كلكو سوا اكس، يصيفطوا اللي كاين، هما كيطبقوا فينا ما يريدون، لان المغرب ولا واحد لا بلاتفورم بالنظر الموقع ديالو الجغرافي. اولا الموقع ديالو في الدخله ديال اوروبا والدخله ديال افريقيا، انه كاين واحد العدد ديال الاطماع. انا كنظن بانه دفع المغرب للتطبيع ديال العلاقات مع الكيان الصهيوني، وانه امريكا ربطتها بالاعتراف بان كتعترف بان الحكم الذاتي مزيان. هذا الشيء حنا دخلنا في واحد المطبات وفين هو مصيبه وفين اليوم بحال هذاك الشيء كنعم اليوم حنايا القطبيه طالعه والدول الناميه كلها تامل اليوم باش تستقل تبني ديمقراطيه، وحنا غملوا فينا الكيان الصهيوني بالعربيه الصعبه. لا انا معك. دابا سؤال بغيت نسولك، دابا فين هي القنصليه في الداخله وفين هو الاعتراف الامريكي؟ دابا ما بقاوش هاد الجوج، وبقى غير التطبيع مع اسرائيل. اذا غير دخلت معلوم وبقات وعلى هادشي راه كان منتظر، لانه ملي توقع انت اليوم ولا غادي يبان يعني رئيس الوزراء ديال الكيان الصهيوني كيتكلم ودير واحد الخريطه موراه مقطوعه على جوج، يعني بانه ما كيعترفش تماما بمغربيه الصحراء، بنيامين نتنياهو.
تصور وموراه يعني دار تصريح الخريطه مقسمه تيصيفط لنا الميساج. يعني هاد الناس كيستهنوا بنا. علاش كيسكتوا هادو الناس اللي كيدافعوا على الصحراء المغربيه بقوه الصفحات واليوتيوب مثلا بحال هاد القسمه اسرائيل؟ علاش كيدافعوا على الصحراء؟ دابا الدفاع على الصحراء دابا هذا الموقف غير خطير. يعني الدفاع على الصحراء ماشي بالهيجان وبردود الفعل لا، الدفاع على الصحراء هو بالدفاع على السياده ديال البلاد ديالنا كامله، واننا نرفض كيف قلت انا في البرلمان تدخل اي جهه فينا باش يوريونا الطريق، لان الطريق حنا عارفينها، والطريق راه تقدمت فيها في سبيلها دماء الشهداء ومناضلين وباقي مناضلين وباقي مقاومه في البلاد باش نبنيو دوله. وهذه مناسبه تعطاتنا مع هاد الهزات الجيوستراتيجيه اللي كاينه اليوم. ما نبقاوش حنا تابعين خاضعين خانعين، نبيعوا الارض نبيعوا الماء نبيعوا كل شيء، نبيعوا الصحه نبيعوا التعليم نبيعوا الماء نبيعوا الكهرباء، وقلنا راه طبعنا وهذوك اللي مطبعين يدخلوا هنا بسباطيكم وحنا ساقلين وخايفين عندكم تقربوا لهم. لا سيدي، خصنا نقاوموا. شوفوا الشعب الفلسطيني كان معزول تما، دابا ربما كيقولوا اليوم مع المشاكل اللي كيعرفها الكيان الصهيوني من التضييق عليها، لان هي كانت كتظن بالصفقه ديال القرن غادي تصفيها القضيه الفلسطينيه، ما استطاعتش لان شعب مكافح وان ديك المنطقه صعبه ماشي سهله عليها، ثم عندها مشاكل ديال الماء، عندها مشاكل ديال الاراضي الصالحه للفلاحه. ربما كيبان لها في المغرب بحال شي حديقه خلفيه. حنا ما باغيين شي واحد يجي عندنا حديقه خلفيه، حنا بغينا المستثمرين يجيونا اللي بغيناهم حنا باش نتعاونوا معهم على بلادنا، وحتى حنا يكون عندنا الامن الاستراتيجي ديالنا كاملا بما فيه الامن الغذائي وزيد. وما بغيناش شي واحد يجي يستعمرنا استعمار غير مباشر بطريقه بحال هذه الطريقه ويدخل لنا حتى في القرارات الاستراتيجيه ديال المغرب. ما نوقفوش عند الشخص اللي مشى ولا ما مشاش. البعض الخطير استاذ منير باش تلقاو وصل هذا الشيء هو انك دابا انا كنأكد هذه العمليه، كنديروا تطبيع مع اسرائيل، كنقول قنصليه في الداخل الامريكيه وتنقول اعتراف باش انا ديك اللحظه ما يهضروش المغاربه راه شوف راه خدمنا الصحراء المغربيه وقنصليه، من بعد لاحقا ما بقات قنصليه ما بقى اعتراف. اذا خاص داكشي كله خصو يتجمع. اذا بحال اللي تعرضنا لعمليه نصب وصافي. هذا الشيء اللي كاين كيف قلت انا بالدارجه، ولكن هي هذه من طرف الاسرائيلي يعني تحايل كبير دخلت فيه امريكا باش تحمي يعني الصهيونيه اللي هي راها يعني كاين اختلاط وتعاون كبير على المستوى العالمي في هذا المجال هذا بيناتهم. دخلوا باش المغرب يعني يدخل في واحد المسار اللي حنا ما كناش محتاجينه وما محتاجينه لا اليوم لا غدا. بغينا نبنيو بلادنا حنا راسنا بلا ما نفتحوا بلادنا لكل المخاطر، وحنا كنشوفوا راسنا ما يمكنلكش تتعامل مع ناس اللي هما يعني عاتوا فسادا وقتلا وتقتيلا في الاطفال وفي النساء. هادو ما كاين معاهم لا تعاون لا عسكري ولكن راه هذه الحكومات ديالنا الضعيفه داخله في يعني صراع مع الزمان باش دوز واحد العدد ديال القوانين باش تسهل عليهم المأموريه، وهذا الشيء راه خصنا ننتبهوا ليه وخصنا نوقفوه حتى نشوفوا العالم فين غادي. حتى حنا ما بغيناش من جمله الحوايج اللي كتعرف انه المغرب عنده اليهود المغاربه تما واحد العدد كبير وهذا حيت عندنا، ولكن هما كيهود مغاربه واش كيضغطوا على الحكومه مثلا الاسرائيليه من اجل قرارات لفائده فلسطين؟ ها هما مغاربه ويهود، واش كيخدموا مثلا من اجل الصحراء المغربيه؟ اسرائيل تقول هاد اليهود واخا هما مغاربه ما دفعوا اتجاه الصحراء يقولوا مغربيه الحكومه، ما دفعوا الحكومه الاسرائيليه تاخذ القضيه الفلسطينيه واخا هما يهود مغاربه، وهذا الرقم كان كيتردد في الاعلام. حنا الله يهديكم كنستافدوا منهم كيهود مغاربه. الله يهديكم. حنا دابا اولا بالفعل المغاربه مع اليهوديه حنا ما عندنا حتى مشكل، هذه ديانه سماويه بحال النصرانيه والاسلام ما عندنا مشكل، اللي بغى يدين باي دين ما كاين باس وجالس ما كاين مشكل. حنا مشكله خص المغاربه يحلوا عليهم شي شويه. اولا المغاربه اللي مشاو من هنايا اختاروا باش يوليو مستوطنين ويجريوا على الفلسطينيين من الارض ديالهم يكونوا تما، وماشي غير هذا فقط ولكن شاركوا اغلبيه المغاربه يعني اليهود من الاصول المغربيه شاركوا في الحروب ضد اخواننا في فلسطين وعاتوا تقتيلا. واش هادو باقين غير كنعتبروهم حنا غير كيهود؟ لا، هادو صهاينه، لان الصهيونيه راه واحد نظريه يعني عنصريه يعني خطيره اللي كاينه. هاد الناس هادو جاو. ثم اليهود اللي في المغرب حنا متعايشين معاهم ما كاين مشكل، ولكن كنشوفهم ما كيتعاملوش كمغاربه. فين هي المؤسسات اللي دايرين باش يتعاونوا مع الفقراء المغاربه؟ كيتعاونوا غير بيناتهم، ولكن شي اعانه الاقتصاد المغربي لا كاين شي اعانه كيصيفطوها لاسرائيل مباشره لانهم مجبرين دايرين الاخرين مخططين لداك الشيء ودايرين قوانينهم. اذا هاد المغاربه اللي هنايا ما كيعاونوش المغاربه المسلمين اللي هما 99%. داكور. اذا حنايا راه في الحقيقه هذا الشيء ديال الحق الذي يراد به الباطل هو اللي سقطنا فيه. بالفعل المغاربه كلهم كيقولوا حنا ما عندنا مشكل مع اليهود، ولكن عندنا مشكل مع الصهيونيه. واخا استاذ منير نمشيو لواحد الموضوع كذلك ترى جدا، هو عبد الصمد الناصر مغربي
قناه التلفزه الرسميه الجزائريه وصفت المغاربيات، سمحي لي هذا المصطلح واحد ما تقولهاش، كنستحي كاع لانه ما تقولهاش حنا واحد الوصف كان يسيء الى انفسهم طبعا. بزاف عليهم باش يسيئوا المراه المغربيه. كان هذا الموقف هذا، وناصر واخا خدام في قناه الجزيره عبر على الموقف في تويتر وبمنتهى ما قالش كلام وصفه، قال لهم هذا ماشي اعلام حشومه، وكلفه منصبه. صحفيين جزائريين في صفحاتهم كيسبوا المغرب ليل نهار. فيصل دراجي حنا نقلنا واحد فلسطيني اساء الملك ودخل في لجنه القدس والجزيره كتفرج. واش حنا امام تغول؟ واش الجزائر دخلت حتى مشات لتونس، دخلت واش زعما هاد العسكر في الجزائر واش والسيطره على قناه الجزيره؟ اولا خصنا نذكروا الناس بما يعلمون انه وسائل الاعلام هي سلطه قويه، ولكن مع كل الاسف اليوم هي سلطه متحكم فيها وفي خدمه اسياد هذا العالم، مسيطرين على القفام كاملين، جوجل، ابل، داكشي كله اللي كتعرف. راكم شفتوا واحد الوقت اللي كان الرئيس الامريكي حبسوا عليه تويتر وحبسوا عليه داكشي، يعني هذا ترامب. باش تعرفوا القوه ديال هذا اللي كيتسمى الاخطبوط الرقمي المالي، لو كومبلكس ديجيتالو فينانسيي اللي كيتحكم في العالم كاخطبوط كبير معروف. كاين ناس غير منتخبون وكيتحكموا في المنتخب وغير المنتخب وفي الاعلام كسلطه، ومازال لحد الان حتى الناس اللي فاهمين هادشي ما قدروش يديروا اعلام مضاد باش يواجهوا هادشي. اذا اليوم جزيره ولا ما الجزيره استعملت ملي يعني بريجينسكي كان نصح الرئيس كارتر، قال له شوف بغيتي توجه الضربه القاضيه الاتحاد السوفيتي عليك بهذوك اللي كيقولوا مسلمين ودفع فيهم الجهاد. هذا صهيونيه دفعوا الناس الى الجهاد وشاركوا فيها تواطؤ رؤساء ديال دول في مصر وفي السعوديه وفي غيرها، واجوا الناس وصافتهم لافغانستان وامريكان يعني عاونت الطالبان ودقدقات الاتحاد السوفيتي. تم لها ذلك بعد حرب ديال 10 سنين وطيحت الاتحاد السوفيتي ياك. اذا حنا بالنسبه لينا ملي كنشوفوا هادشي اللي كيوقع في العالم خصنا ناخذوا العبره. الاعلام دائما كان يستغل، وهذيك الفتره الجزيره لعبت فيه واحد الدور ما كيتصورش، باش تنشر كتقول هي الاسلم هذا المجتمع باللباس وبالشكل وهذه هذا كان ساهم حتى هو، لانه استعمل اللباس اللي هو حريه شخصيه كلوغو سياسي، يعني رمز سياسي ديال الحركات، وباش يقولوا المجتمعيه اسلام وشي روينه دخلونا فيها حنايا، حيت مازال ازمه العقل العربي يتكلم عليها يعني الجبري وزيد حنا باقينا حميه الجاهليه فينا والاسلام خطر، كنوضوا كنجريو نخدموا الخدمه ديال الامبرياليه والصهيونيه ونجيو نجلسوا فرحانين نقتلوا ولادنا ونديروا النعارات بيناتنا. شحال ديال الناس اللي ماتت في هذيك الحروب. كيفما كان الحال الجزيره استعملت اليوم قنوات عده اللي كتخدم بلي فيك نيوز الكذوب من اجل توجيه الراي العام بالاتجاه اللي بغات هي، الخوف وهذا والانبطاح وما بقى ما يدار وهذا الشيء كله باش كتخوفك. هذا الشيء غادي. اما فيما يخص الصحفي عبد الصمد ناصر اللي هو دار داك التدوين هذا محقوق. اليوم حنا كنشوفوا المحاصره ديال الاعلام والمحاصره ديال حريه الراي. هذا الصحفي المقتدر نصر يعني ناض كيجاوب هذوك يعني داك الناس اللي في حقيقه غير محترمون. تلفزه رسميه، لا تلفزه رسميه تحت التحكم ديال الجنرالات ديال نبيله قبل ما تمشي معايا الناس. نعم تلفزه رسميه. انا ما دابا العقل ما كيقبلش العقل. نعم. التلفزه ديال الدوله في جميع دول العالم تابعنا حروب، تابعنا توترات، مشادات، ولكن كاين حدود دنيا اللياقه. هذا النظام دابا اللي يستعمل التلفزه ويخاطب مراه مغربيه وكاين المشترك العربي والامازيغي. يعني انا كنقول لهم المراه المغربيه بزاف عليهم. انا عاد البارح زرت الرواق ديال الرابطه ديال الكاتبات المغربيات، الانجازات بالمئات والفلاسفه والباحثات والطبيبات هاد الناس هادو في حقيقه كيبقاو فيا لانهم ما متحضرينش. كيبقاو فيا لانهم ما متحضرينش ومتخلفين باش يسمحوا بهذا الشيء. ولكن راه مساله النظام ماشي الشعب. النظام كنتكلم انا. الشعب الجزائري ما عندنا معاه مشكل. الشعب الجزائري ما عندنا معاه مشكل. الشعب الجزائري مغلوب على امره. واضحه باش ما يوقعش بالنسبه للبعض. لا ابدا. ولكن باش يدوزوا هذا الشيء كيبغيو ما يدجنوا الشعب ويبغيو يهيجوا الشعب. لا ما الشعب كيقلبوا. ملي كيمشي للمراه هكا بوضوح حساس، واش كيستدرجونا لشي حرب زعما؟ ماشي بعيد ولكن حنا خصنا نخدموا العقل ديالهم. علاش هما باغيين الحرب؟ شنو مصلحتهم؟ علاش هما باغيين الحرب؟ هما باغيين الحرب باش يدافعوا على مواقعهم. الناس راه سرق الفلوس ديال الدول ديالها وحطها في الجنان الضريبيه على برا. الناس راه عنده
سارقين الفلوس ديال البلدان هما ديالهم، الجنرالات سارقين الفلوس. سارقين الفلوس وحاطينها في الجنان الضريبيه. باش ما يقولوش الشعب فين الفلوس اللي سرقتو يتلاهوا بينا، معلوم يتلاهوا يخلقوا بينا. عدو خارجي. وكل ما صعدوا كل ما كيبغيو الكذبه تكون كبيره، كل ما بغاو الناس انهم يصدقوها. حنا كنقولوا للشعب الجزائري باننا كنحترموه، وراه كيعرف شكون هي المراه المغربيه وشكون هو الشعب المغربي. احتضنت المقاومين الجزائريين المراه المغربيه، المقاومين والمراه المغربيه بزاف عليهم كنقول لهم. وكنحيي هذا الصحفي عبد الصمد، لانه كيفاش يوقفوا الخدمه ديالو بنقص من 100 خدمه. الاهانه ما يقبلها حتى شي انسان حر، و100,000 خدمه كتنتظروا ويستحقوا كل خير. ولكن انا كنقولوا غير يبرر.